حبايب قلب الأبطال اللي المرة اللي فاتت بقى كلمناهم عن الفرق بين الطقس والمناخ، وبرضه عرفناكم المرة اللي فاتت إن المناخ أو الجو مختلف من مكان لمكان على سطح الأرض، وقلت لك إنه ممكن يختلف من مكان لمكان جوه الدولة الواحدة، وعرفنا برضه المرة اللي فاتت إن في حاجات هي اللي أثرت على المناخ وخلاته يختلف من مكان لمكان. وبرضه جبت لك سيرة كده المرة اللي فاتت في الحصة اللي فاتت حاجة اسمها الأقاليم المناخية، لما قلنا إن معظم مساحة مصر بتقع في إقليم اسمه الإقليم الصحراوي الحار. النهاردة بقى إحنا جايين نتكلم عن الأقاليم المناخية دي. طيب ثانية واحدة، السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي أبطال 5 ابتدائي في كل مكان في مصر، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب يلا حبيب قلبي كده نجهز بقى ونركز في الجزء الثاني من درس مناخ مصر. شوف يا عم، في الأول كده تلاقي عندنا حاجة اسمها إيه؟ الإقليم المناخي. انا عايز افهم يعني ايه اقليم مناخي. انا قلت لك المره اللي فاتت يا بابا ان العلماء جابوا مجسم الكره الارضيه كده وقعدوا يدوروا على المناطق اللي المناخ فيها زي بعضه او شبه بعضه. طيب المناخ شبه بعضه من حيث ايه؟ من حيث درجه الحراره، من حيث الرياح، من حيث الامطار. وقلت لك لما كانوا بيلاقوا مكان شبه بعض في الحراره والرياح والامطار كانوا بيسموه ايه؟ اقليم مناخي، وكانوا بيدوا له اسم زي مثلا الاقليم الصحراوي الحار، اقليم البحر المتوسط، الاقليم المعتدل، وهكذا. انا النهارده عايز اعرف اصلا ما المقصود بالاقليم المناخي. ببساطه زي ما انا قلت لك كده يا حبيبي، لو انت لقيت منطقه في الارض الجو فيها شكل بعضه، نفس الخصائص المناخيه سواء حراره او رياح او امطار، احنا بنسميها اقليم مناخي. طب ما توريني كده، هنا بيقول لي ايه؟ ما المقصود بالاقليم المناخي؟ قلت له مساحه من الارض، زي اللي قلته لك، منطقه من الارض. حلو، لها نفس الخصائص. خصائص ايه؟ المناخيه، يعني المناخ فيها شكل بعضه، لها نفس الخصائص المناخيه. خصائص مناخيه زي ايه يا حبيبي؟ قال لي من حيث الحراره والرياح والامطار. الحراره والرياح والامطار يا مستر في المنطقه شبه بعض بالظبط، فعلشان كده انا بسمي المنطقه ايه؟ اقليم مناخي. بسميها ايه؟ اقليم مناخي. يبقى لو قلت لك يعني ايه اقليم مناخي، انا عايزك ترد عليا يعني ايه اقليم مناخي؟ منطقه من سطح الارض او مساحه من الارض مالها لها نفس الخصائص المناخيه. خصائص مناخيه زي ايه؟ حراره رياح امطار. حلو، حراره رياح امطار. دي بقى يا بابا خريطه مصر. طيب بص معايا كده حبيب قلبي، مصر بلدنا بتقع في اقليمين مناخيين اللي هم ايه يا مستر؟ شوف يا حبيبي، لو بصيت كده على اللي انا هعلمه لك دلوقتي ده يا بابا، تمام؟ كل ده كده يا حبيبي، كل ده كده يا بابا، ده اقليم واحد. اقليم واحد مغطي معظم مساحه مصر. اسمه الايه؟ اسمه الاقليم الصحراوي الحار. الاقليم الايه؟ الصحراوي الحار. حلو قوي. يبقى معظم مساحه مصر يا مستر بتقع ضمن اقليم اسمه ايه؟ اقليم صحراوي حار. حلو. اتبقى ايه من مصر يا مستر؟ اقول لك اتبقى الاجزاء اللي فوق دي، الاجزاء الشماليه دي. طيب الاجزاء الشماليه دي يا مستر تبع الصحراوي الحار؟ اقول لك لا، مش تبع الصحراوي الحار. امال تبع ايه؟ تبع اقليم اسمه اقليم البحر المتوسط. يبقى الاقليم اللي فوق ده يا مستر اللي بيغطي الاجزاء الشماليه من مصر اسمه اقليم البحر المتوسط. ايوه اللي جنب البحر المتوسط ده. طيب حلو كده، يبقى كده مصر بلدي فيها كم اقليم يا عمنا؟ فيها 2. واحد كبير مغطي معظم مساحتها اسمه الصحراوي الحار، واحد صغير مغطي الاجزاء الشماليه بس اسمه اقليم البحر المتوسط. طيب حلو قوي. انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ اقول لك يا سيدي، احنا هنجيب الاقليمين جنب بعض اهو، البحر المتوسط والصحراوي، ونبدا كده انا وانت نشوفهم الجو فيهم عامل ايه. تعالى كده معايا، تعالى معايا انت كمان، نروح على اقليم البحر المتوسط. يلا يا عم. قال لي اولا اقليم البحر المتوسط ده يا مستر بيقع في شمال مصر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لو بصيت فوق على الشمال، في الشمال فوق هتلاقي هنا اقليم اسمه البحر المتوسط، ده مكانه. حلو قوي. يبقى يقع فين يا ولاد؟ في شمال مصر. ايه اللي بيميزك يا عم اقليم البحر المتوسط؟ قال لي يا مستر الجو عندي حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني في فصل الصيف يا مستر الجو عندي حر. قلت له حر؟ امال بقى بحر متوسط وجنب البحر المتوسط؟ يا حبيبي افهم،
انا قلت حر لكن ما قلتش شديد الحراره. حر عادي، لكن في اقاليم تانية شديده الحراره. طيب حلو، يبقى انت يا عم البحر المتوسط في الصيف حر وجاف. جاف يعني ايه؟ ما بتسقطش فيه امطار. ماشي. وفي الشتاء دافئ، انا قلت دافئ ما قلتش بارد. دافئ وممطر يعني بيسقط فيه امطار في فصل الايه؟ في فصل الشتاء. حلو، يبقى انت يا اقليم البحر المتوسط قول معايا كده: حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طيب حلو قوي. بيقول لك بقى يا بابا، بمناسبة ان الامطار بتسقط في الاقليم ده يا مستر في فصل الصيف، الناس بقى بتعمل ايه بالامطار اللي بتسقط دي؟ بيقول لك يا مستر بتعتمد الزراعة في الاقليم ده على مياه الامطار الشتوية. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني يا مستر على شمال مصر كده عند البحر المتوسط في اراضي زراعيه. في ايه؟ اراضي زراعيه. قلت له حلو قوي. قال لي الناس بقى يا مستر بتزرع الارض الزراعيه دي اعتمادا على مياه الامطار الشتويه. يعني ايه يا عم؟ ما عندهمش ميه يرووا بيها المحاصيل؟ لا يا مستر، بيعتمدوا على ايه؟ على مياه الامطار الشتويه اللي بتنزل من السماء. تمام تمام. طيب بص يا عمنا، يبقى كده احنا عرفنا اقليم البحر المتوسط، فاضل لي بقى الاقليم الصحراوي الحار. انت يا عم الصحراوي الحار موجود فين الاول؟ في الشمال؟ قال لي لا، انا يا مستر ممتد في معظم الاراضي المصريه. يا عم انت فين؟ وريني. قال لي بص كده، معظم الاراضي المصريه دي كلها صحراوي حار. طب ثواني، لو انا عايش هنا يا حبيبي في محافظه اسوان يبقى انا كده موجود في الاقليم الايه؟ الصحراوي الحار. طب لو انا هنا في الغردقه، الصحراوي الحار برضو. الله، طب لو انا بقى فوق هنا في اسكندريه؟ لا، هنا يبقى انت بحر متوسط. طيب طيب طيب، تعالى بقى معايا واحده واحده كده. يا عم الصحراوي الحار يا اللي ممتد في معظم اراضي مصر، ايه اللي بيميزك عن البحر المتوسط؟ مناخك عامل ازاي؟ قال لي يتميز بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة. ركز في الكلمة، أنا ما قلتش حار، أنا قلت يتميز بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة. يعني الجو حر جدا، حر قوي. طيب ده بالنسبة للصيف. ماشي. طب في الشتاء؟ قال لي وانخفاضها شتاء. يعني في الشتاء أنا ما قلتش دافئ، أنا قلت درجة حرارة منخفضة في الشتاء. منخفضة أو منخفضة يعني برد. طيب حلو قوي. يبقى انت يا عم الصحراوي الحار تتميز بالارتفاع الشديد في درجه الحراره صيفا، وانخفاضها، انا ما قلتش انخفاضها الشديد، انا قلت انخفاضها، وانخفاضها ايه؟ شتاء. طيب هل انت عندك امطار زي الاقليم بتاع البحر المتوسط كده في الشتاء؟ قال لي بص يا مستر، يندر به سقوط الامطار. يندر به سقوط الامطار يعني ايه يندر؟ يعني نادرا لما بتسقط امطار يا مستر، قليل. ولما بتسقط بقى امطار بتكون على شكل سيول. يعني ما بتسقطش امطار كتير بس لما بتسقط بتكون على شكل سيول، يعني مطر كتير يغرق الدنيا. طيب هنا بيقول لي ايه اهو؟ يندر به سقوط الامطار التي قد تسقط فجأة على شكل ايه؟ على شكل سيول. طيب كلام جميل جدا. انا كده عرفت الجو في اقليم البحر المتوسط وفي الصحراء والحار. انا لاحظت حاجه. ايه الحاجه؟ لاحظت ان مناخ مصر يا مستر مناخ جاف. جاف ليه؟ ما هو يا مستر هنا امطار بتسقط في الشتاء بس، وهنا امطار نادره السقوط اصلا. فكده يا مستر الجو بتاع مصر او مناخ مصر مناخ جاف. طيب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ قال لك بص يا حبيبي، مناخ مصر منه مناخ جاف، دي حاجة جميلة، لأن الحاجة ديت يا بابا ساعدت على بقاء الآثار المصرية صامدة عبر آلاف السنين. قلت له مش فاهم منك أي حاجة. قال لي بص يا مستر، القدماء المصريين سابوا لنا آثار جميلة في مصر، زي مثلا إيه؟ زي الأهرامات، صح كده؟ زي الأهرامات. وسابوا لنا كمان آثار كتير زي المعابد والحاجات دي بقى كلها. ماشي يا عم، الحاجات دي يا مستر عمرها آلاف السنين، بقالها آلاف السنين موجودة. طب ايه اللي مخليها موجودة لحد دلوقتي؟ اللي مخليها صامدة وزي ما هي كده وما وقعتش او انهارت هو ان المناخ بتاعنا مناخ جاف. فمناخنا الجاف ده يا حبايبي خلى الآثار صامدة لحد دلوقتي. لكن لو كان بقى بيسقط عندنا أمطار غزيرة طوال العام أو كده كان زمان الآثار دي انهارت من زمان جدا. يبقى يا ولاد، ما النتائج المترتبة على مناخ مصر الجاف؟ يلا سؤال، ما النتائج؟ ابدأ بأدى ذلك إلى
اقول له ادى ذلك الى بقاء الاثار المصريه صامده عبر الاف الايه؟ عبر الاف السنين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الجو في البحر المتوسط، الجو في الصحراء والحار، وعرفنا ان مناخ مصر بشكل عام مناخ جاف، وده ساعد في الحفاظ على الاثار. طيب ايه اللي جاي؟ يلا بينا. اللي جاي بقى يا حبيب قلبي حاجه جديده وحاجه جميله في نفس الوقت. طيب اللي هي ايه؟ اللي هي الفصول المناخيه الاربعه. طيب ايه هي الفصول المناخيه؟ اقول لك بص يا بابا، عندنا فصل الصيف، عندنا فصل الخريف، عندنا فصل الشتاء، عندنا فصل الربيع. الاربع فصول دول انا بسميهم ايه؟ الفصول المناخيه. احنا دلوقتي في الوقت اللي انا بصور في الفيديو في فصل الصيف، صح كده؟ صح. بعد ما هيخلص فصل الصيف هيجي فصل اسمه الخريف. طيب ده كلام جميل جدا. احنا عندنا فصول ايه يا مستر؟ فصول مناخيه. طيب كم فصل يا مستر؟ 4: صيف، خريف، شتاء، ربيع. حلو حلو. بيقول لك بقى يا بابا ان الفصول الاربعه دي من زمان جدا وهي بتيجي ورا بعض بنفس الترتيب. يعني ايه؟ يعني فصل الصيف يجي بعده الخريف، والخريف يجي بعده الشتاء، والشتاء يجي بعده الربيع، وهكذا بتفضل تتعاد الدوره زي ما هي بنفس الترتيب، ما بتتغيرش. يعني ممكن الصيف مره واحده الاقي جاي بعده يا مستر الربيع، اقول لك لا ما بيحصلش. حلو قوي. ايه بقى اللي خلى فصول السنه مترتبه قوي كده ورا بعضها؟ ايه اللي خلاها تتعاقب؟ تتعاقب يعني ايه؟ يعني بتيجي ورا بعض بالترتيب. ايه اللي يخلي فصول السنه تيجي ورا بعض بالترتيب على مصر بانتظام؟ قال لي بص، فصول السنه ديت يا مستر بتحصل بالترتيب كده بسبب الدوره السنويه للارض. قلت له اثبت يا حبيبي، يعني ايه الدوره السنويه للارض؟ قال لي يا مستر الارض بتاعتنا بتدور حوالين الشمس. بتدور حوالين الشمس، الشمس ثابته مكانها والارض هي اللي بتلف ايه؟ هي اللي بتلف حواليها. قلت له يا عم ده كلام جميل قوي. يعني ايه بقى ان الارض تلف حوالين الشمس؟ قال لي ما هي دي بقى يا مستر الدوره السنويه للارض، ان هي تدور مره حوالين الشمس وترجع تاني نفس المكان. قلت له يا عم طب ده ماله؟ ده ماله ومال فصول السنه؟ ايه العلاقه؟ انا بقى هفهمك دلوقتي، بس الاول ركز معايا وافهم ايه اللي بيخلى فصول السنه تتعاقب. الدوره السنويه للارض حول الايه؟ حول الشمس. حلو قوي. يعني ايه الدوره السنويه للارض؟ يعني دوران كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه حول ايه؟ حول الشمس مره كل 365 يوم وربع. الارض بتلف لفه كامله يا ولد حوالين الشمس مره كل 365 يوم وربع، بتبقى لفه كامله. تمام تمام. حلو قوي. ده بقى ايه علاقته؟ ايه علاقته بتعاقب فصول السنه؟ اقول لك تعالى نجيب بس الرسمه الجميله دي كده، تمام، وانا هفهمك عليها كل حاجه. يلا بص معايا كده يا حبيب قلبي. فين الشمس؟ يلا قول معايا، فين الشمس؟ الشمس اهي. مين اللي بيلف حوالين الشمس؟ كوكب الارض. حلو قوي. يلا بقى نفهم مع بعض، محتاجه تركيز، ركز معايا. بص يا اولاد، الشمس دي عندها نوعين من الاشعه. عارف الاشعه بتاعت الشمس؟ الشعاع اللي بينزل علينا على الارض، شعاع الشمس. تمام. الشمس عندها نوعين من الاشعه: اشعه عموديه واشعه مائله. طيب عايزين نفهم الاشعه العموديه دي يا بابا، بيبقى شعاع من الشمس او اشعه من الشمس قويه ودرجه حرارتها عاليه. مالها؟ قويه ودرجه حرارتها عاليه. اما الاشعه المائله بتبقى درجه حرارتها لطيفه وصغنطوطه. الاشعه المائله دي بقى ملناش دعوه بيها، خلينا في العموديه. يعني يا مستر الشمس بيسقط منها اشعه عموديه بتبقى مولعه مثلا، حاره قوي، درجه حرارتها عاليه. طيب مالها بقى؟ تعالى نفهم يا حبيب قلبي. بص يا بابا، الاشعه العموديه بتاعت الشمس مثلا طالعه اهي، تمام. تيجي الارض تلف، ركز معايا عشان تفهم. الارض تلف، تقوم الاشعه العموديه دي بقى يا حبيبي تسقط على مدار اسمه مدار الجدي. تمام. انا عايز بس اجيبها، سيبك بس من دي كده. تعال نجيب مدار الجدي فين. مدار الجدي اهو. بص يا ولد، الاشعه العموديه اهي تسقط على مدار الجدي، تنزل على مدار الجدي هنا اهو. اول ما الاشعه العموديه تسقط على مدار الجدي، اعرف ان المنطقه اللي عند مدار الجدي دي كلها مولعه نار. يعني ايه؟ يعني سخنه جدا، درجه حرارتها عاليه جدا.
هسألك سؤال، الناس اللي عند مدار الجدي دلوقتي ايه اخبارهم؟ الجو عندهم ايه؟ حر جدا. ليه حر؟ رد عليا انت بقى، ليه حر؟ لان الاشعه العموديه المولعه دي سقطت على مدار الايه؟ الجدي، فبتخلي المنطقه اللي جنب مدار الجدي كلها درجه الحراره فيها ايه؟ عاليه مرتفعه. فيبقى الناس اللي في الحته ديت يا مستر دلوقتي عندهم فصل الصيف، صح؟ اقول لك صح. طيب ايه اللي يحصل؟ تكمل الارض تلف 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 لحد ما الاشعه العموديه تتحرك وتبعد عن مدار الجدي وتسقط على دائره الاستواء. وتسقط على ايه؟ وتسقط على دائره الاستواء اهي، سقطت على دائره الاستواء. طيب ثانيه واحده بس يا مستر، خليك معايا. هي الاشعه لما سقطت على مدار الجدي، هو مدار الجدي ده قريب من مصر ولا بعيد؟ لا 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 لا، بعيد جدا. فلما الاشعه المولعه تسقط على مدار الجدي اللي هو بعيد عن مصر، يبقى احنا كده يا مستر قاعدين في الطراوه وقاعدين في البرد. اقول لك صح. فساعتها بتبقى مصر في فصل الايه؟ فصل الشتاء. ليه؟ لان الاشعه العموديه اللي بتولع المولعه نار دي بعيد 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 عن مصر، فنبقى احنا في فصل الايه؟ الشتاء. حلو. لما الارض تلف بقى يا مستر وتيجي الاشعه العموديه دي تسقط المره دي على دائره الاستواء، اقول لك يا مستر هي دائره الاستواء بعيده عن مصر؟ اقول لك مش بعيده قوي، مش بعيده قوي، يعني ولا قريبه قوي ولا بعيده قوي، حاجه كده وسط. طب ايه الجو عندنا عامل ايه؟ اقول لك الجو عندنا ولا هو حر ولا برد، امال ايه؟ معتدل. الجو ايه؟ معتدل. فنبقى احنا كده يا مستر في فصل اسمه فصل الربيع، الجو فيه معتدل. يلا كمل كده معايا. الارض تلف 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 لحد ما الاشعه العموديه تسقط بقى المره دي على مدار السرطان. يا نهار ابيض، هو مش مدار السرطان ده اللي بيعدي عندنا من الاراضي المصريه في جنوب مصر؟ تخيل بقى الاشعه المولعه دي سقطت المره دي على مدار السرطان، يبقى مصر مالها؟ يبقى مصر حر جدا يا مستر. يبقى احنا في فصل ايه يا فتك؟ فصل الصيف. برافو. هنا بقى تيجي الاشعه العموديه على مدار السرطان فتسخن المنطقه دي كلها، فنبقى احنا كده في فصل الايه؟ في فصل الصيف. اقول لك والارض تلف 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 لحد ما تتنقل الاشعه العموديه من على مدار السرطان وترجع تاني على دائره الاستواء. الله، تاني؟ اقول لك تاني. طيب لما ترجع على دائره الاستواء كده قريبه من مصر؟ اقول لك ولا قريبه ولا بعيده. يعني الجو ايه؟ ولا حر ولا برد. يعني احنا في فصل ايه؟ يعني احنا في فصل الخريف. الله، ده كده الخريف والربيع شكل بعض. الاشعه في نفس الفصلين دول بتتعامد على دائره الاستواء، وهنا الجو معتدل وهنا الجو معتدل برضو. اقول لك بالظبط كده الربيع والخريف شكل بعض. طيب حلو قوي، فهمت يا معلم؟ يبقى كل ما الارض بتلف تلف 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 الاشعه بتاعت الشمس كل مره بتسقط في حته شكل. تمام؟ لو الاشعه بعيد عن مصر خالص يبقى احنا الجو عندنا برد، يبقى في الشتاء. طب لو الاشعه قريبه من مصر شويه صغيرين يبقى الجو معتدل، يبقى يا اما في ربيع يا اما في خريف. طب لو الاشعه وقعت عندنا في مصر على مدار السرطان، لا ده الجو عندنا كده حر نار يا معلم، يبقى احنا في الصيف. هي دي فكره تعاقب فصول الايه؟ السنه الاربعه. بسبب ايه؟ دوران الارض حول الشمس، ودي اسمها الدوره السنويه. طيب ما تيجي بقى بينا كده يا حبيبي نمسك كل فصل من الفصول دول وندخل جواه كده ونشوف الجو عندهم عامل ايه. يلا بينا. هنبدا الاول بفصل الشتاء. يلا فصل الشتاء. فصل الشتاء ده يا مستر اولا بيبدا امتى او بيجي امتى؟ يوم 21 ديسمبر، يعني 21/12 بيبدا فصل الشتاء عندنا في مصر. طب لو انت فاكر قول لي، يوم 21 ديسمبر اشعه الشمس العموديه بتكون واقعه فين بالظبط يا بطل؟ ايوه جدع، واقعه على مدار الجدي بعيد 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 عن مصر. ماشي. الجو بقى عندنا في الشتاء عامل ازاي؟ قال لك بص يا حبيبي اهو، هو قال لك اهو تتعامد على مدار الجدي. ماشي. يلا الجو عندنا عامل ازاي؟ الخصائص المناخيه بقى قال لي بص، يسود المناخ البارد. يعني ايه يسود المناخ البارد؟ يعني بينتشر المناخ البارد خاصة على المناطق الجبلية المرتفعة. تاني، الجو في الشتاء عندنا ايه؟ مناخ بارد.
جو بارد. حلو قوي. الجو البارد ده خاصة بيكون فين؟ على المناطق الجبلية المرتفعة والمناطق الداخلية. مين المناطق الداخلية بقى؟ البعيدة عن المسطحات المائية، اللي بعيدة عن البحر. اللي بعيدة عن ايه؟ عن البحر. يبقى الجو بارد، بارد، خاصة فين؟ على المناطق الجبلية المرتفعة او المناطق او البعيدة ايه؟ عن المسطحات المائية. ماشي. كمل. في امطار في الشتاء؟ قال لي تسقط الامطار على معظم انحاء مصر. معظم انحاء مصر يعني تقريبا كل انحاء مصر. حلو قوي. كمل. وفي بعض المناطق، ركز بقى، في بعض المناطق بتسقط على هيئة سلوج. في مناطق بقى في مصر الامطار بتسقط فيها على هيئة سلوج، تلج. على هيئة ايه؟ تلج. زي مين؟ زي جبل سانت كاترين. ركز في الحتة دي مهمة. زي مين؟ زي جبل سانت كاترين. يبقى يا حبيبي الشتاء الجو عامل ايه؟ بارد، خاصة على المناطق المرتفعة الجبلية المرتفعة، وخاصة برضو المناطق الداخلية البعيدة عن البحر. طب في أمطار؟ بتسقط في كل أنحاء مصر، لكن عند جبل سانت كاترين بتسقط الأمطار على هيئة سلوج. على هيئة ايه؟ سلوج. وهو ده يا بابا فصل الشتاء. وبعد مرور 3 شهور من فصل الشتاء يبدأ فصل جديد اللي هو فصل الايه؟ الربيع، اللي بيبدأ في 21 مارس، يعني 21/3 بيبدأ فصل الايه؟ فصل الربيع. طيب يلا كده. يحدث فصل الربيع لما أشعة الشمس بتسقط على ايه؟ دائرة الاستواء. احنا اتفقنا بقى الربيع والخريف أشعة الشمس العمودية بتكون على دائرة الايه؟ الاستواء. حلو قوي اهو على دائرة الاستواء. كمل. الخصائص المناخيه قال لي يسود مصر مناخ معتدل. ما انا عارف ان الربيع معتدل وبرضه الخريف معتدل، قبل ما يجي بقول لك اهو. طيب يا عم الربيع فيه امطار؟ قال لي ما فيش امطار يا مستر. طب امال في ايه؟ قال لي في رياح. رياح زي ايه كده؟ حلوه ولا وحشه؟ قال لي لا وحشه. رياح اسمها رياح الخماسين. اسمها ايه؟ رياح الخماسين. الرياح دي يا مستر بتيجي على مصر دايما في فصل الربيع. طب مالها يا عم دي؟ قال لي يا مستر ده هوا، بس مش هوا جميل، ده هوا محمل بالرمال والأتربة. هوا فيه رمل وتراب. رمل وتراب طيب الرمل والتراب ده بيعمل ايه يا عم؟ حلو ولا وحش؟ قال لي طبعا وحش يا مستر. ده رياح الخماسين دي بتصيب الإنسان ببعض أمراض الجهاز التنفسي. يا ساتر يا رب. بتصيب الإنسان بإيه؟ ببعض أمراض الجهاز التنفسي. إن الإنسان بيستنشق وبيتنفس من التراب والرمل اللي في الهواء، فممكن يجيله أمراض في الجهاز التنفسي في الرئتين عنده. تمام. وكما تسبب أضرارا. إيه ده أضرار لإيه تاني؟ للمحاصيل الزراعية. الناس بقى اللي بتبقى زارعة الأراضي بتاعتها يا ولاد محاصيل، يجي بقى الهواء مليان تراب ورمل يغطي على المحاصيل دي ويبوظها. فكده رياح الخماسين حلوة ولا وحشة؟ وحشة. طب لو قال لي ما النتائج المترتبة على رياح الخماسين؟ أقول له تصيب الإنسان بأمراض الجهاز التنفسي، كما تصيب برضو ايه؟ المحاصيل الزراعيه، او تسبب اضرارا للمحاصيل ايه؟ الزراعيه. طيب ده فصل الربيع معتدل، فيه رياح اللي هي رياح الخماسين. تعدي 3 شهور ويجي شهر 21 يونيو ويبدا فصل اسمه فصل الصيف. فصل ايه؟ الصيف. فصل الصيف اشعه الشمس بتكون فين؟ على مدار السرطان رش، يعني عندنا في مصر. علشان كده خد المعلومه دي الاول. بيقول لك ان المناطق اللي في مصر اللي قريبه من مدار السرطان بترتفع فيها درجة الحرارة جدا. خد بالك، ترتفع درجة الحرارة في المناطق القريبة من مدار ايه؟ من مدار السرطان عندنا في مصر. طيب حلو قوي. يا عم الصيف الجو فيك ايه؟ قال لي يا مستر بص، ترتفع درجة الحرارة طبعا. قلت له طبعا. قال لي وخاصة بقى بترتفع اكتر على المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية من مصر. قلت له واحدة واحدة. المناطق الداخلية ده انا عارفها، اللي هي بعيد عن المسطحات المائية، صح؟ صح. ايه المناطق الجنوبيه دي؟ قال لي المناطق اللي موجوده في مصر من تحت، زي اسوان، زي الاقصر، المناطق اللي تحت في جنوب مصر درجه حرارتها بترتفع جدا. حلو يا عم. كمل. بص بقى الحته دي. تعتدل درجه الحراره. ايوه انا عايز اعرف بقى الحته دي. درجه الحراره بتعتدل في الصيف امتى؟ قال لي بص، فوق الجبال. كمل. وعلى السواحل الشماليه. فوق الجبال يا بابا درجة الحرارة بتبقى ايه؟ معتدل، عشان احنا كل ما بنطلع درجة الحرارة بتنخفض. ماشي. وعلى السواحل الشمالية يعني عند البحر المتوسط فوق
مدينه الاسكندريه بقى، مطروح، العلمين، كل المدن اللي على ساحل ايه البحر المتوسط بتعتدل فيها درجه الحراره. طيب يعدي 3 شهور ويجي يوم 23 سبتمبر، ساعتها بيبدا فصل اسمه فصل الايه الخريف، بعد ايه بعد الصيف. ساعتها اشعه الشمس بتكون فين يا مستر؟ الخريف والربيع شبه بعض، يبقى اكيد على دائره الاستواء، واكيد الجو بيكون معتدل اهوت يا عم. بس فصل الخريف بقى ما فيهوش رياح زي الربيع، امال فيه ايه؟ فيه امطار. امطار في مصر؟ فين الكلام ده؟ استنى بس وركز معايا، بيقول هنا ايه؟ قد تسقط الامطار، وممكن ما تسقطش، بس قد تسقط الامطار في بعض انحاء مصر. ما انا قلتش مصر كلها، انا قلت بعض انحاء مصر ممكن ينزل فيها مطر، وخاصة الجهات الشرقية من مصر، يعني يمة البحر الأحمر كده، قال لي بالظبط عند جبال البحر الأحمر وكمان شبه جزيرة سيناء ممكن تسقط فيهم أمطار. عند جبال البحر الأحمر أو شبه جزيرة سيناء ممكن يسقط الإيه؟ المطر. كلام جميل، ممكن يسقط المطر في المناطق دي، أيوه في المناطق دي بالظبط. طيب حلو قوي الكلام ده يا عم، حلو الكلام. أنا كده عرفت الأربع فصول بيجوا ازاي، اشعه الشمس بتكون فين، الخصائص المناخيه بتاعتهم من حيث الحراره والامطار والرياح وكده ايه. تمام. هنا بقى بيقول لي سؤال جميل، وبيقول لي ايه؟ ما النتائج المترتبه على ايه يا عم؟ تعامد الشمس على دائره الاستواء بالنسبه لمصر. ايه اللي بيحصل لما اشعه الشمس تتعامد على دائره الاستواء؟ هقول له اولا اشعه الشمس تتعامد على دائره الاستواء مرتين فعلشان كده بينتج عنه حدوث فصلي الربيع والخريف. بيحصل فصلين، فصل الربيع وفصل الخريف في مصر. كل ما اشعه الشمس العموديه تروح على دائره الاستواء، يا اما احنا بيكون عندنا ربيع يا اما بيكون عندنا خريف. بما اننا قربنا نخلص الدرس يا حبيبي، فطبعا في اخر كل درس زي ما احنا متعودين ناخد معلومه كده او اتنين عن القدماء المصريين اللي كانوا عايشين على ارض مصر زمان. طيب بيقول لك هنا اول معلومه اهو: عرف المصريون القدماء التقويم الشمسي. يا حبيبي ايه هو التقويم الشمسي ده؟ التقويم الشمسي ده يا حبيب قلبي اللي هو السنه الشمسيه او السنه بالنسبه للشمس. فالمصريين القدماء بقى كانوا عارفين، بص يا ولاد، كانوا عارفين الارض بتلف حوالين الشمس في قد ايه، وعلشان كده قسموا العام او السنه الى 365 يوم. الله، امال احنا عاملينها ليه 365 يوم والربع؟ معلش يا عم احنا ادق منهم حاجه بسيطه، لكن هم عملوا السنه 365 يوم. حلو. هنا كمان بيقول لي ايه؟ ارتبطت السنه الزراعيه عند المصريين القدماء بالنيل. قلت له اثبت يا حبيبي، يعني ايه السنه الزراعيه؟ قال لي بص يا مستر، كان في حاجه عند المصريين القدماء اسمها السنه الزراعيه. قلت له ماشي، اللي هي ايه؟ قال لي يعني كانت سنه بس بالنسبه للزراعه. كانت عباره يا مستر السنه الزراعيه دي مش عباره عن شهور، لا ده كانت عباره عن 3 فصول. 3 فصول، ايوه 3 فصول، اللي هم ايه؟ فصل اسمه فصل الفيضان، فصل اسمه فصل الزراعه، فصل اسمه فصل الحصاد. حلو قوي. بعد ما بيخلصوا ال3 فصول يا مستر السنه الزراعيه كده بتكون خلصت. طب انا عايز افهم، شوف يا حبيبي، ده نهر النيل. نهر النيل بقى يا حبيب قلبي بيجري فيه الميه زي ما احنا عارفين. نهر النيل ده كان بيجي له فتره كده في السنه بيحصل فيه فيضان. فيضان يعني ايه؟ يعني الميه بتزيد في نهر النيل لدرجه انها بتخرج على الجوانب وتغرق الارض. ده كده اسمه فيضان، الميه بتغرق الارض. طيب يا مستر، وبعد كده اقول لك بعد كده ميه الفيضان دي تبدا تنشف. ميه الفيضان تبدا ايه؟ تبدا تجف يا بابا وتنشف. فساعتها بيبدا فصل جديد اسمه فصل الزراعه. الناس بقى يجوا يزرعوا الايه؟ يزرعوا الارض، ما الميه خلاص نشفت. طيب حلو قوي، الارض بقى كانت مبلوله ونشفت خلاص، يزرعوا الارض. بعد ما النباتات تكبر يجي فصل جديد اسمه فصل الحصاد. يبداوا بقى يحصدوا النباتات دي ويحصدوا المحاصيل دي. تمام. وبعد ما بيحصدوها كده السنه الزراعيه خلصت. لما يجي بقى الفيضان تاني يبقى كده في سنه زراعيه عدت، وتبدا سنه جديده بتبدا بايه؟ فيضان، بعدين زراعه، بعدين حصاد. يبقى المصريين القدماء هنا يا مستر ارتبطت السنه الزراعيه بتاعتهم بالنيل ولا لا؟ اقول له ايوه ارتبطت بالنيل. ليه؟ لانهم قسموا السنه الزراعيه الى 3 فصول. كم فصل؟ 3 فصول. فصل الفيضان اهو له علاقه بالنيل، فصل الفيضان، بعدين فصل الزراعه، بعدين فصل الايه؟ بعدين فصل الحصاد.
وكده يا حبيب قلبي احنا خلصنا الدرس بتاع مناخ مصر كله. يلا يا حبيب قلبي لو لسه ما عملتش لايك للقناه اعمل، لو لسه قصدي معاك شكل الفيديو اعمل، واشتراك للقناه وفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات توصلك، او اي حصه تنزل توصلك ويجيلك اشعار بيها. ما عملتش كده هتتعب نفسك وتقعد تدور عليا. طيب يا حبايب قلبي اشوفكم في الحصه الجايه ان شاء الله. جود باي.